على كده يا ابن قلبي اثبت لك ان النسخه دي قاطع نت فعلا، وقاطع النت برساله شغال. بص يا برو، هتدوس على 3 نقط، تخش على الخصوصيه، بعد كده الاعدادات تاني واحد، بعد تخش كده على قصه الفيروس، هتفعل زرار عامل قاطع نت برساله، هتطلع تاني كده، هتخش مثلا تعالى على النسختيه التانيه الو، اثبت ان الرساله كده بتوصل دقيقه كده، يعني هي كده بتعمل فيروس قاطع نت. تبعت رساله تاني، تروح كده الرساله كده وصلت، تروح على النسخه التانيه، Mas esse é o saudade, esse sente sucesso da mulher. مفيش خالص مفيش. Mas esse é o saudade, esse sente sucesso da mulher. زي ما انت شايف قطع نت برسالة، قطع نت بصورة، قطع نت ملصق. ودي فحول عشان ما تهنكش من قطع نت. يلا تكملوا معايا بقية الشرح عشان تفهموا مميزات كتير عن النسخة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا اخواتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير، واهلا ومرحبا بكم بفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هيتكلم عن نسختي الفيرجن 8. طبعا اخواتي اللي طلبوا مني تحديث للنسخة دي، طبعا انتوا عارفين النسخة دي اول نسخة نزلت في المجال قطع النت ومش بتهنج منه. النسخة يعني ضد انواع التهنيج، والنسخة مكان المتجر. طبعا انا جايب لك نسخة واحدة، مش نسختين تثبتهم على بعض، لا هتشغل النسخة على طول. تمام، لو عندك نسخة فيرجن 8 فيرجن 18 قصدي، هتثبت عليها على طول. طيب تعال كده نخش كده على الشرح على طول. هو في كل 6 دقايق، مش هأخر عنك. ولو انت مش مشترك في القناة خش اشترك وتفعل زر التنبيهات عشان داخلين على 3000 ان شاء الله. تمام، وان شاء الله انتظروني ان شاء الله في تحديث نسختي الفيرجن 14. طيب تمام. طبعا لما تنزل النسخة تفتح معاك بالواجهية دي. طبعا طبعا انت شايف كده، زي ما انت شايف كده طبعا الشتات والستوري والمكالمات. طبعا انا مش معربهم لك عشان الزخرفة بتاعتها، يعني فيها شكل زخرفة حلو، وكمان انا مرضتش اقربها لك. طبعا انتوا عارفين النسخة دي. طيب تمام. طبعا النسخة دي هتفتح معاك بالواجهية دي الشتات والستوري والمكالمات. طيب تمام، سؤالك دلوقتي انت النسخة دي مش بتفصل رومات؟ لا بتفصل رومات. طيب هتدوس على ال3 نقط دول، هتخش على خاصية نسخة ميجا، بعد كده اعدادات نسخة ميجا فيرجن 8، بعد كده تخش على خاصية الفيروس، هتفعل زرار فصل الجروبات عن الشتات. زي ما انت شايف كده يا برو، النسخة فصلت الجروبات عن الشتات زي ما انت شايف. طيب تمام. اول حاجه كده خصوصا نسخه ميجا فيرجن 8، اعمل روم، اعمل بي سي، افتح ويب، الرسائل المميزه بنجمه، الاعدادات العاديه. الاعدادات العاديه طبعا احنا متعودين احنا نخليها اخر الفيديو. طيب تمام. هتخش على اول حاجه كده، تمام، اعدادات نسخه ميجا الفيرجن 8 عشان تدخلك على البرايفسي. مسج غير مسج مش متسيف، لاستر واتساب ميجا. طبعا هتخش على دي، طبعا هيدخلك على البرايفسي العظمه ده. طبعا خصوصية البلس يا اخويا. الاعدادات، طبعا اخفاء ظهور، واعادة التوقيف على اعادة التوجيه، ومنع حذف الرسالة، وعدم فتح الرسالة مرة واحدة. طبعا العلامتين الصحن الزرقاء بعد الرد. اخفاء مشاهدة الستوري، منع حذف الستوري. طبعا دي هنا برضه زرار لو انت عايز تسحب الستوري بتاع صاحبك. طيب تمام. هنا بقى اعدادات الشات واعدادات الجروب واعدادات البي سي وخاصية المكالمات، وقفل للشتات الشتات عندك عشان محدش يخش على الواتساب بتاعك. ما علينا. طبعا انت عرفت الاعدادات بتاعت النسخه، خاصيه الفيروس. طبعا انتوا عارفين النسخه دي اول نسخه نزلت في المجال قطع نت ومش بتهنج منه. هتفعل الزرار ده عشان تستلم قطع النت عادي، وتستلم اي فيروس عادي كأنه رسائل عاديه. طيب تمام. اول زرار بتعمل قطع نت برساله، طبعا شغال. بتعمل قطع نت بصوره، قطع نت بملصق، وهنا فعل عشان ما تهنكش من فيروس الكونتاكت. ما علينا. طبعا هنا اضافات اشكال الواجهه. طبعا اول قسم، اختار شكل الواجهة، اختار شكل الاسطر. طبعا تأثيرات حركة الشتات زي ما انت شايف. طبعا نختار مثلا رقم 3 في الاسطر، نختار رقم 4.
هنا بقى تحرك الشتات نفعلهم كلهم كده تمام. طبعا تحرك الشتات في الواجهة وفي الشتات. تعال كده نشوفها زي ما انت شايف كده. دي الواجهات. طبعا الواجهة دي عظمة جدا. طبعا تعال كده نفعل واجهتين تاني في الأسطر في الواجهة. طبعا تعال نختار رقم 2، وفي الأسطر نختار مثلا رقم 1 مثلا يعني زي ما انت عايز. طبعا زي ما انت شايف اهي جت الواجهة العادية خالص. خش كده على طول بعد كده تاني. تعال كده نغير شكل الواجهة دي عشان الواجهة اللي معجبتنيش، مثلا رقم 6، وفي الأسطر رقم 5 زي ما انت شايف اهي. كان فيها حركة الشتات شغالة الستيت. نخش كده تاني. طبعا عرفتك اشكال النسخة والواجهات. طبعا النسخة الاحتياطي والاستعداد لو انت عايز تركب ملف بسرعة كالعادة زي ما احنا متعودين. تنظيم الوسائط. لو انت عايز مثلا لو النسخة واخدة منك مساحة على الجهاز تقدر تنظفها. طيب اعدادات الاستوري. طبعا ارسال الصورة بجودتها عالية، والتحكم في الصورة، تحكم في جودة الفيديو، ارسال الاستوري اكتر من 5 دقايق. يعني تقدر ترفع حالة لمدة 5 دقايق لو هترفع فيلم مسلسل اي حاجة. طبعا دي قناتي قشطة. خش كده اشترك كده لو انت مش مشترك. طب تعالى كده نلغي الواجهات خالص نخليها عادية. طبعا النسخة دي مش بيجيب اي منك اي كراش ولا اي حاجة خالص. خليها الواجهة العادية، انا بحبها كده تبقى هادية، والبرايفس بجد خرافة. طب تعالى نخش على الشتات. طبعا النسخة بتبعت تريكات عادية جدا. اسف جدا. كمان تعمل كمان صوت في الريك. كمان لو دوست كمان على الريك كده كده في صباعك هتسمع كمان. سؤالك دلوقتي عشان انت مشغلش الاغنية دي كده عشان تشغلها من غير الاغنية. طبعا النسخة دي بترمي ايموجي عادي من غير اي حرك زي ما انت شايف. ترمي الايموجي وكمان بترمي الملصق عادي. ترمي طلقة. نسخة فعلا بجد نسخة بتجري في الشات زي ما انت شايف يعني. طيب تمام. كل النسخة هاي متعربة. طيب تمام. كمان تنزل اي حاجة على الستوري شغال زي ما انت شايف. وانا لو اي حد رن عليك مكالمات ولا اي حاجة كمان اهي حركة الشتات كمان في الجهاز الاتصال. طب تعال نخش على الاعدادات العادية. طبعا هنا خصوصية العادية. طبعا الشتات والاشارات وتخزين المساحة والمساعدة. طبعا اعدادات النسخة والامان والتحكم بخطوتين وتغيير رقمك ومراقبة حسابك حسب حسابك. طب تعالى كده نخش على لو انت عايز تعمل مثلا صورة الشات. طبعا تعالى كده نشوفها كده وضع الفاتح بتاعها العظمة ده زي ما انت شايف. بس الافضل ان انت تشتغل بوضع الداكن هيدي معاك شكل منظر احلى بكتير. طب تعالى كده نخش كده على الاباوت. طبعا ده الاصدار بتاعي. الاباوت بتاعها فعلا اعظم. يلا سلام اشوفكم في فيديو جديد. طبعا النسخة دي من غير باسورد.